احنا ايه اللي وصلنا للليفل ده؟ احنا ليه بقينا عادي خالص الناس بتموت ومبقاش فيه نخوة، مبقناش نزعل على العرب سواء فلسطين او سواء السودان او ايه اللي وصلنا للمستوى ده؟ هنتكلم على الكلام ده كله في قصة صغيرة هحكيها لكم بس بعد الفاصل. صباح او مساء الورد على حسب وصول الفيديو ليك. اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة اي تو زد، برنامج تعال اقول. هحكي لكم عن قصة كده صغيرة عن بلد كان كل الناس اللي فيها بتصلي وكلهم بتصلوا في الجامع. يجي ساعة الأذان الناس كلها تقفل المحلات وتروح الصلاة. حتى في البلاي ستيشن كانوا يقفلوا المحلات ويروحوا يصلوا ويرجعوا يكملوا لعبة عادي. في يوم من الأيام الشياطين اللي في البلد دهيت قالوا لأ بقى كده كفاية، احنا مش عارفين لا نعمل منكر ولا نخلي الناس تعمل منكر ولا حتى بيعملوا منكر الناس يعني يعملوا أي حاجة. فراحوا لكبيرهم للشيطان الكبير قالوا الحقنا يا عم، الناس دي كلها ماشيه على الصراط المستقيم، بيصلوا وبيجامع والفرض كلها بيتعمل والمظالم بتترد، مش عارفين نعمل ايه. الشيطان الكبير قال لهم بصوا انا هتصرف، اتفرج عليا وتعلموا. ما هو برضه ابليس ما بيهزرش. راح عم ابليس الجامع الكبير في وسط القريه، جامع كبير وجنبه فسحايه، كانت بقى هتتعمل دار ايتام او كانت هتتعمل وقفه او اي حاجه. هي معموله سور كده زي مربع ناقص ضلع وما اتبناش. راح جايب ربابه وقعد على الارض وبدا يعزف، ما بيعملش اي حاجه، هو بيعزف بس على الربابه. كل يوم يجي الساعه 12 يبدا يعزف على الربابه، يفضل يعزف لحد الصبح. يوم في التاني في التالت والناس تعدي من جنبه، الناس كلها تقوم تصلي الفجر تعدي من جنبه رايحين الجامع، ده قاعد يعزف. الناس كلها الساعه 12 بالليل 12 بالدقيقه الراجل يجي قاعد يعزف. فمرة شلة معديين كده بالليل سمعوا الربابة، قعدوا كده يتمزجوا، لمسوا حتة كده في قلبهم، لمست حتة في الوتر الجواني. اللي يفتكر أمه، اللي يفتكر حبيبته، اللي يفتكر عجبهم اللي بيقولوه. فمرة جه على صلاة الفجر واحد قام متأخر ملحقش التكبيرة، فسمع الراجل بتاع الربابة اتأثر بيه، قال طب أنا أقعد أسمعه شوية، ما أنا كده كده إيه تكبيرة الإحرام فاتتني. قعد يسمع يتمزج، يفتكر البنت اللي كان عايز يتجوزها، يفتكر حبيبته، يفتكر ذكرياته اللي فاتت، يفتكر ومتسلطن قوي كده. الناس خارجين من صلاة الفجر لو قاعد، يا ابني انت قاعد بتعمل ايه؟ قال له معلش الصلاة راحت عليا وهصليها. بس هو الراجل ده غلبان قوي وما بياخدش فلوس وما بيعملش اي حاجه، هو راجل بس قاعد بيعزف على الرباب. نعمل ايه بقى؟ طب نساعده. خلاص احنا نجيب له كرسي، يعني هو قاعد بيعزف على بابا كده نجيب له كرسي وخلاص. وفعلا الراجل جه تاني يوم لقى كرسي معمول. شويه وشويه الناس تسمع تيجي تتسلطن، الراجل قاعد بيعزف على الرباب ما بيعملش اي حاجه تانية، قاعد على الكرسي وبيعزف. يجي واحد تاني حب يعطف عليه، قال له خلاص احنا السور ده اهو بدل ما هو مربع ناقص ضلع كده نبني له سور رابع عشان ما يجيش كلب من ورا يعضه ولا اي حاجه. ماشي، بنوا له روح، بنوا له سور. بدأوا في مره في التانيه العدد بيكبر، العدد بيكبر. قالوا خلاص احنا نهد السور ده ونبني بقى سور اوسع شويه كده ونعمل له سقف عريش كده اي حاجه عشان لو المطر او اي حاجه او خير. بنوا له سقف. كل شويه الناس بتكبر، الناس بتتمزج، يقعدوا يسمعوا ما بيعملوش اي حاجه، بيسمعوا بس الربابه كده وبترمس يعني وتر في قلبهم. الناس بتكتر، الناس بتكتر. عملوا سقف، بقى سقف عدل ما بقاش عريش، بقى في اسوار. في تاجر معدي قال لك طب ما في ناس حلوه اهي، طب ما نجيب لهم كراسي يقعدوا عليها. بعت كراسي. كرسي بكام يا استاذ؟ الكرسي ب5 جنيه، كرسي ب10 جنيه. قعدوا خلصوا، الدنيا قاعده بيسمعوا بيتمزجوا. اللي يفتكر امه، يفتكر حبيبته، يفتكر ماضيه كان هيسافر كان والدنيا حلوه برضو. الربابه حلوه، الربابه كده بتلمس القلب. واحده في واحده، في كراسي، في طقطوقه، الدنيا جميله. قهوجي عرف بالموضوع، ما كل يوم بقى الصبح بيتكلموا الراجل بتاع الربابه، الراجل بتاع الربابه واحنا بنسمع ويتمزج. قهوجي عرف الموضوع، قال طب ما هي سبوبه حلوه، ابعت مشاريب شاي قهوه، الدنيا حلوه. بعت مشاريب وبعت 2 3 من صبيانه كده يخدموا. الدنيا جميلة، ناس بتسهر، ناس بتسمع،
الناس بتشرب قهوة، الناس بتشرب شاي، بتشرب حاجة ساقعة. طب ما نحط حتة نبيت، ايه يعني نجرب؟ مرة في التانية في التالتة بقى في نبيت ومزة مع النبيت، الدنيا جميلة والناس فرحانة. فعديت كده بنت هربانة من بلد تانية، شافت اللمة الجميلة دي، اي لما اخش استرزق افتح ازازة اقفل الازازة اعمل اي حاجة، هو كله في الحلال، هو انا ما بعملش حاجة. بنت تخدم هنا تخدم هنا تخدم هنا. البنات اللي شغالين في البلد غاروا، يمين دي جت منين؟ إيه؟ احنا كمان هنروح. راحوا قعدوا يخدموا، ضحكة رقيعة هنا، هزار هنا، جملة هنا. قالوا البنات اللي من بره البلد دي يبنوا لهم اوضه كده جوه، اوضه صغيره يباتوا فيها من بره البلد. بنوا لهم اوضه، قاعدين ما بيعملوش اي حاجه، بيشربوا وبيسكروا وخلاص. مره كده واحد الدنيا حلوه معاه والسهره حلوه وحلوت معاه والدنيا ونونت مع بنت حلوه كده، دخلوا الاوضه عملوا اللي انا وانت عارفين. حصلت بقى هرج ومرج ما بين البنات، اشمعنى هي البنات ما بينهم بعضهم جابوا اكبر واحده فيهم وانت الرئيسه بتاعتنا، وعملوا لها كرسي، بقت تقول مين يدخل مع مين، مين يخرج مع مين، الساعه بكام، والدنيا حلوه وجميله، وبقوا كله في الاوضه. بقت الرجاله تيجي الساعه 12 بالليل لحد الفجر، يسكروا ويشربوا ويبقوا طينه. فمره واحد من اللي مروحين سكران طينه، واحد شاب من شباب القهوه كده اللي بيخدمه قال له تعالى اوصلك. راح يوصله، وصل لحد البيت، شاف مراته حاجه فلقة قمر، والست محرومه. هو الناس بقالهم على كده 6 7 اشهر كل الرجاله تيجي الساعه 12 بالليل يقعدوا في القهوه، يقعدوا يسكروا، يرجع سكران طينه، لا بيشوفها ولا بتشوف ولا بتعمل اي حاجه. نظره في ابتسامه في كلمه في السلامه في هق في مق، عملوا اللي انا وانت عارفين. تاني يوم الواد بيتباهى بقى في وسط اصحابه، ده انا عملت، ده انا جبت، ده انا وديت، ده الراجل، ده مش الراجل. سمعوا واحد حب يقلده، سمعوا واحد متغاظ منه، قلل مين؟ لجوز الست. جوز الست يسكت؟ لا. تاني يوم راح على القهوة، التاني شافه دخل القهوة راح على البيت، ما هو متعود بقى ده يروح ده يرجع، خلاص الدنيا بتمغ. صاحب الراجل قعد، ده مشي، ده رجع على البيت، شافهم مع بعض، دب قتل دي قتل ده قتل نفسه عشان برضو الفضيحة. مرة في التانية في التالتة لحد لما إمام الجامع بقى هو اللي يقف في الصفوف الأولانية. شفنا احنا كنا فين من بلد كلها بتصلي لفرد فرد في الجامع، للناس هجرت الجامع لدرجة إن إمام الجامع هو اللي بقى قاعد يسكر. مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة، احنا اعتدنا الموقف، احنا بقينا نقول عادي، هما اللي باعوا ارضهم، هما اللي يستاهلوا، هما اصلا ما ساعدوناش في 73، دول عرب 48، هما. الناس بقت تشوف اللي بيحصل في فلسطين وفي السودان وعادي، ما يتحركوش. يا جماعه ما تعتدوش الموقف، اللي بيحصل في فلسطين اللي بيحصل في السودان دي جرائم انسانيه فعلا يشيب لها الولدان. فوقوا كده ونرجع لربنا، نرجع لحياتنا، نشوف الدنيا على ايه، وبس كده يا سيدي. اشوفكم على خير، سلام. وفي اخر حلقه لو الفيديو عجبكم وانتوا عارفين هتعملوا ايه، ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش في القناه انزلوا اشتركوا في القناه، ما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت وتستنوا الحلقات الجايه، بصوا على المصادر، وبس كده يا سيدي.